بص، هو فعليا مفيش بروكر في مصر للاسف بيتكلم عن المشروع ده خالص. المشروع ده اسمه نيو كايرو. اصحابه اللي هم نيو جيزه او جي ديفلوبمنت، دول اللي هم اصحاب سيشل، اصحاب نيو جيزه اللي في اكتوبر، اصحاب مشاريع بلايا وغزاله، من اقوى وافضل المطورين اللي فعلا بيسلم برودكت محترم جدا جدا جدا. في الغالبيه اي حد بيبقى رايح هناك بيبقى واخده از اند يوزر، بس لو اخدته كانفستمنت حبيت بعد ما تستلم تبيع هيعمل لك كابيتال ابريشيشن حلو. المشروع في القاهره الجديده في وش ميفيدا جاردنز الناحيه الثانيه على طريق سويس دايركت على مساحه 850 فدان. الجميل ان هو نازل النهارده بمرحله فيلل فقط ومتشطبه، والاجمل من كده اسعاره. عندهم التاون هاوسز احنا بنتكلم من اول 17500، التوين هاوسز بنتكلم من اول 19 مليون. انت بتتكلم في فيلا 4 بيدرومز ب 19 مليون جنيه. طبعا لو فكرت في ستاند الون فهتلاقي في افريج ال 25. الجميل بقى في المشروع ده ان هو عامل لك على مساحه 240 فدان جولف. طب الجولف هيفيدني انا في ايه؟ بيعمل مساحات خضراء كبيره جدا جدا، بيعمل فيوهات قويه جدا جدا. ده غير الكوميرشال هتلاقي على اعلى مستوى، غير المدارس انترناشونال هتلاقيها جوه المشروع. جامعه نيو جيزه اوريدي ناس كتيره قوي عارفاها. نادي نيو جيزه لو انت بتدور على فيلا في الفتره دي بياخد 5% مقدم وبيقسط لك على 7 سنين ونص. دلوقتي بدانا نلم عليه يو ايز، والتسكين هيبقى قريب جدا. فاي حاجه وانت في الفيرست لونش التيكت برايس احلى بكتير.